ماتش الزمالك والبنك الاهلي النهارده خلص بفوز الزمالك بثلاثيه، ولكن حاجتين حابب اتكلم عليهم. اول حاجه يو النور، انا مش عارف انت حلو ولا وحش ولا ايه. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك، ولا انت فاهم نفسك ولا الناس فاهماك. انت ماتش عالمي، ماتش زي الخرا زي النهارده، بتضيع وبتعمل كل حاجه. يعني انت بتعمل كل حاجه غير ان ما عدا انك تجيب جون. يعني يو النور، انت لا نافع ولا في الضلمه ولا في النور. يعني يو النور، انت بتعمل كل الامور انك تخليك ما تجيبش جوان. يعني يا يو النور، انت طلعت اكبر خبور. انا مش فاهمك، يعني انا مش فاهم انت ايه. انت قول لي انت ايه، انا عايز اعرف انت ايه. يعني انت كائن، انت لاعب، انت ايه؟ انا مش فاهم. تمام، دي حاجة. تاني حاجة، المعلق الجامد قوي محمد الشاذلي اللي اطربنا النهارده بصوته وكلامه الجميل. بس انا عندي تعليق صغير يا كابتن محمد يا شاذلي. حسام اشرف نزل، جاب جون، انت طلعت وقلت كان معتمد جمال بيديله تعليمات وبتاع، وبيقول له هتتحرك على القريبه وهتقطع بدماغك وبتاع ومش عارف ايه، وبيفهمه بعض التعليمات كده والفنيات. انت بقى ايه؟ سبت كل الكلام ده وقمت معلق على اللقطه دي. قلت ايه؟ قلت معتمد جمال بيقول له انت زملكاوي، انت زملكاوي اصيل، انت زملكاوي جامد، انت زملكاوي يعني مش عارف، انت زملكاوي. بعديها تقريبا ايشو جاب الجون التالت برضه، قمت قايل هو ده الزملكاوي، هو ده الزملكاوي، انت زملكاوي، انت مش عارف ايه. ما طبيعي يا باشا يبقوا زملكاويه. طبيعي كل اللعيبه ال 11 لاعب بالتبديلات اللي نزلوا زملكاويه، ما هم بيلعبوا تحت اسم نادي الزمالك. ولا حضرتك ما خدتش بالك من الاسامي ولا ايه؟ احنا مش بنلعب في دوره رمضانيه وكل واحد يقول انتمائه. هو اوريدي انتمائه باين لانه بيلعب في الزمالك، يعني بيلعب تحت تيشيرت الزمالك. ما علينا. تاني حاجة، يعني انا مش فاهم ايمن الرمادي لو ما اداش اللعيبة دي علقة موت يبقى هو اللي يستاهل. اللعيبة دي محتاجة تاكل علقة موت محترمة. اللعيبة دي ضيعت مكسب. الشوط الاول انا مش شايف زمالك، انا شايف بنك اهلي بيضيع. الشوط الثاني البنك الاهلي بيضيع والزمالك باخطاء ساذجه بيقدر يسجل ثلاثيه. الماتش ده لو اتعاد 10 مرات الزمالك مش هيكسب غير المره اللي كسبها دي بس. تمام. فانت من وجهة نظرك قول لي مين كان نجم الماتش ومين اسوأ لاعب في الماتش. وانا شايف ان مصطفى شلبي لعب ماتش كويس جدا. وخلينا نقول مبروك الزمالك ال3 نقاط. واحب اقول لك ان من الاخر العمدة بيقدم محتوى فاخر.